بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونة مكتبة العرب، اهلا بيكم. باذن الله دلوقتي هقدم لكم شرح جميل جدا هخلي الناس كلها تشارك، حتى اللي خايف هيشارك. بص يا شباب، احنا شرحنا على المدونة في قسم الفوركس ده ازاي تربح من التداول عن طريق الفوركس، تمام. وشرحت اكتر من حاجة، ازاي تستعمل الميتا ريدر وازاي الميتا تريدر، وازاي بتشوف التوصيات وازاي بتنفذها وازاي بتشتغل وكل حاجة. ووريت لكم هنا التجربة بتاعتي بتاعت ال1000 جنيه اللي انا كسبتهم من التداول ده. فدلوقتي في فكره جميله قوي قوي، حتى هتلاقوا البانر في الجنب كده على الايه، على المدونه. احنا خايفين، احنا المصريين هنا كلهم بيخافوا من موضوع التداول. بيقول لك ده نصب، ده هيضحك عليك، ده انت هتخسر. طيب انت مش هتحط ولا مليم، احنا هنروح نجرب على موقع، نجرب ونتعلم عليه على موقع. على موقع بيديك 30 دولار كبونص، 30 دولار فلوس حقيقيه تقدر تتاجر بيها جوه الايه، جوه منصات الفوركس. يعني ده هيديك 30 دولار تشتغل بيهم جوه منصة الفوركس. مش هتاخد ال 30 دولار، لكن هتاخد المكسب اللي انت هتجيبه من ال 30 دولار. طب لو جبنا 60 دولار مثلا وليكن، لو جبنا 60 دولار وليكن، هتروح تسحب ال 60 دولار واعمل بهم ايداع. او لو انت حابب ان انت ما تحطش اصلا فلوس وتشتغل بال 30 دولار، هتشتغل بال 30 دولار. لكن لو انت عايز الفكره الافضل، اشتغل بال30 المجاني اللي جاي لك ده، ولما تكسب ال60 دولار اسحبهم واعمل بهم ايداع. اسحبهم واعمل بهم ايداع في حسابك في حسابك، يبقى انت كده اصبح معاك 90 تضاعفهم وهكذا. نشوف يا شباب دلوقتي ازاي هتسجل على الموقع اللي هيديك 30 دولار مجاني ده، ازاي من البدايه للنهايه. في البدايه خالص شباب، بتخشوا على الرابط اللي هديهولكوا ده باللغه العربي علشان يبقى الموضوع سهل معاكم. بصوا يا شباب، هنسجل حساب حقيقي هنا، ما بيحتاجش مني غير شويه بيانات وصوره البطاقه او صوره الجواز، تمام. هنختار ايه؟ انت اسمك السيد، الاسم الاول. شوف ال الاسم الاول اهو، هسميه مثلا، انا الاسم الاول مثلا محمد، الاسم الاخير سراج، بلد الاقامه ايجيبت، اختار حرف الاي، ايجيبت اهي، تمام. المدينه او البلده دمياط، تمام. الهاتف، رقم الموبايل، رقم الموبايل اسرار 10 6 4. هم هم ده بنجرب اهو على حساب صديق ليا اهو. البريد الالكتروني بتاعه هنجيبه حالا كده. نكمل كده يا شباب، ادي البريد الالكتروني. انت طبعا بتحط البريد الالكتروني بتاعك، يبقى خلاص عملنا الصفة والاسم الاول والاخير وبلد الاقامة والمدينة ورقم الموبايل والبريد الالكتروني. الانتقال للخطوة رقم 2، تمام يا شباب. طيب هو عايز تاريخ الميلاد بتاعي، لازم تديهوله سليم زي اللي في البطاقة او في الجواز علشان ما يقفش الحساب بتاعك. ادي تاريخ الميلاد، يوم كام شهر كام؟ 16 2 88. ماشي، هو كده ملاني الايه البيانات بتاعته اهو، تمام يا شباب. العنوان العنوان السكني هنكتب دمياط، هنكتب برضو ايه دمياط. الرمز البريدي 34 5 11، اكتب الرمز البريدي لدولة كذا او الرمز البريدي لمحافظة كذا، هيطلع لك الرقم بتاعك. هل انت مواطن امريكي؟ هقول له لا، تمام. الهاتف التاني ده مانيش محتاجه. هنزل كده تاني، تفاصيل بقى حساب التداول. تعالوا نشوف هنكتب ايه في تفاصيل حساب التداول. نوع الحساب اعمله ميكرو، مبلغ الاستثمار نقي اقل حاجة، انت لسه ايه مبتدئ خالص. عملة الحساب الرئيسية يو اس دي. الرفعة المالية 1 ل 500، تمام. ممكن تختار اعلى رفعة مالية مش فارقة. المبلغ الاجمالي لدخلك السنوي اقل من، نقي اقل حاجة لان احنا لسه داخلين هنبدأ اقل من. طبعا فيما بعد باذن الله هتبقى محترف تقدر تغير الحاجات دي كلها. المستوى التعليمي البكالوريوس، درجة البكالوريوس اهي. الغرض المقصود وطبيعة المعاملات،
ممكن نكتب الاستثمار مثلا. تمام. الحالة الوظيفية هضغط عليها كده. عمل خاص، شوف انت شغال ايه برضو. طبيعة العمل، أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، ده علشان المجال بتاعنا. بصوا بقى، معرفة وخبرة التداول. فوركس كذا هنقول له نعم، او هنقول له لا، ماشي، عشان ما ايه ما يطلبش منتجات المشتقة. لدي معرفة ذات أكاديمية، ماشي، نعم. كلمة السر او الباسورد اللي انت عايز تعمله للحساب بتاعك. تمام. وتأكد كلمة السر تاني. تمام. ولازم يبقى فيها حرف، علشان يعني خليها ارقام على حروف. ووافق، اصرح، اقر، اقر، وافتح حساب حقيقي. انا ماشي معاكم حاجه بحاجه اهو، لحد من ايه ما نسجل الحساب خالص. بيقول لك جميل قوي، تهانينا، انت كده بدأت تفتح الايه الحساب بتاعك، وهيجي لك بريد على الجيميل بتاعك، بريد على الجيميل بتاعك. ولو انتوا شايفين هنا بيقول لك ان انت لك 30 دولار، دول تقدر تطالب بيهم خلال 30 يوم من فتح الحساب. في بونص ايداع 5000 جنيه، لكن احنا مش هنعمل ايداع، احنا داخلين لسه هنتعلم وهنشتغل بالمجاني ده، ال 30 دولار. اما انت لو فاهم فعلا وعارف في المجال، تقدر تخش تعمل الايداع وتبدأ شغل. بيقول لك هتعمل ايه بقى بعد كده. الخطوة رقم 1، تأكد عنوان البريد الإلكتروني بتاعك. خلاص هنعمل الخطوة رقم 1 يا شباب. هنروح كده على البريد بتاعي كده اهو، جاي لي رسالة، هقول له تأكيد عنوان البريد الإلكتروني. دي أول خطوة هنبدأ بيها، إن أنا أأكد عنوان البريد الإلكتروني. أنت بقالك رقم اهو شباب، لو انتوا واخدين بالكم، ده خده كده كوبي وعينه معاك، لأن هو ده اللي أنت هتسجل دخول بيه. تمام. هكتب الباسورد اللي أنا عملته واحنا بنعمل الحساب، واقول له تسجيل الدخول، واقول له ايه تذكر. جميل قوي يا شباب. هنا عشان اخد البونص بيقول لك قم بتفعيل حسابك الان. هضغط عليه كده ونشوف الاجراءات اللي عايزين نعملها بعد كده. بص يا سيدي، بيقول لك هنا حمل لي الحاجه اللي احنا عايزينها دي. اولا اثبات الهويه واثبات اقامه. ممكن اثبات الهويه ده يبقى بطاقه، اثبات الهويه ده يبقى البطاقه بتاعتك، بطاقه الهويه او جواز السفر. تمام. اهي يعني احنا نقدر ايه نرفع البطاقه. طبعا صور البطاقه بالموبايل السامسونج بتاعك او اي موبايل بكاميرا، مش لازم تسحبه سكانر. تمام. مكان الاقامه، يا اما تحط له وصل كهرباء يا ميه يا غاز، يا اما لو مش ملكك المكان اللي انت فيه، اعمل عقد ايجار وصوره وارفعه له. تمام. وبعدين بتقول له قم بتحميل الوثائق بتاعتك. تمام يا شباب. طيب، بعد ما حملنا الوثائق بتاعتنا، ايه اللي هيجرى بقى؟ طبعا هتاخد فترة مراجعة من يومين ل3، وبعد كده هتخش تطالب بالبونص بتاعك ال 30 دولار، تضغط عليها يتسجل في حسابك ال 30 دولار. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه بعد ما بيكون معانا الحساب. هوريكم على حساب انا عامله وشغال بيه فعلا. نشوف كده يا شباب. هخش بالحساب الحقيقي بتاعي اللي انا عامله اهو. طبعا انا جيت هنا فقالوا لي خد البونص بتاعك. ونسيت اقول لكم ان بينفع حساب اسلامي كمان. بصوا يا شباب، هيجي لك هنا في المربع كده، هيقول لك خلي الحساب اسلامي. بضغط عليه وبقول له موافق. ده بعد ما حسابك بيتفعل. هما مش هيوروا لك الحاجات دي الا لما ترفع لهم بطاقة الهوية وعقد الايجار او وصل كهرباء او ميه او نور زي ما اتفقنا. بتخش بالطالب اهو. اول حاجه بتاخدها بيبقى حساب مصادق عليه، يبقى انت حسابك كده فعلا اتصادق عليه. تمام. تاني حاجه بروح مطالب بالبونص، اخد البونص بتاعي ال 30 دولار المجاني. جميل. تالت حاجه بلاقي هنا اجعل حسابك اسلامي، بروح ضاغط عليه وبقول له كده. ففي خلال 24 ساعه بيبقى حسابك اسلامي ما عليهوش فوائد. يعني كمان اللي خايف من المضاربه بفوائد وربا وكلام من ده، الحساب اسلامي ما عليهوش اي فوائد. جميل. خلاص احنا مش ايداع الاموال ده تقدر تودع اموال بعده طرق. يعني انا لو جيت اودع اموال، لكن انا هشتغل. بصوا يا شباب، في طرق كتيره جدا. ممكن ويسترن يونيون، يعني لو انت مش معاك فيزا، وده اغلب المصريين اللي هنا بيروح يحط فلوس في حساب الويسترن يونيون عن طريق الايه الحساب ده المتلقي كذا كذا كذا. بتاخد البيانات دي وتروح ويسترن يونيون تحول لهم. ده فيما بعد. لكن احنا دلوقتي هنشتغل ان شاء الله بال 30 دولار.
هنشتغل بال 30 دولار الايه المجانيين بتوعه. تقدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراحة هناك الكثير والكثير والكثير ما يمكن أن أقوله في حلقة اليوم، ولكن أعذروني رجاء أصدقائي لأن الموضوع كبير ولا يمكن أن نلخصه في بعض دقائق، ولكن على العموم سنقوم بشرح حول هذه التقنية وسنجربها وسترون ماذا روعة. يلا ندوزو سؤال اخر ديال الاخت شيماء. شيماء كتقول الاخت من المغرب شاده الارض ما عندهاش مشكل. الله يخليك قرات حتى الاخر اخويا. عندي حساب في ادسنس وصفحه فيها الاجانب على الفيسبوك تقريبا 20,000 معجب. كنت نلوح فيها الفيديوهات شحال هادي ولكن ما كنت نربح حتى ريال، ولكن مؤخرا طحت على واحد الموقع كنلوح فيه الفيديوهات من يوتيوب وكيبانوا حدا هاد الفيديوهات اعلانات ادسنس ديالي، وليت نربح تقريبا من بين 10 حتى 15 دولار في النهار. هذا هو كيعمل بنظام مشاركه الارباح مع نشر الفيديو. الله يخليك بغيت نسولك واش كاين ما كاين حتى خطر على حسب هاد السيمانه وانا تربح الفلوس. اختي مرحبا بصحتك اختي. لا ما كاين حتى شي، ما عندك ماش تخافي اختي، ما عندك ماش تخافي اختي، والله يسر لك ان شاء الله تولي كتدخلي 50 70 100 الف دولار في النهار ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ما كاين حتى شي مشكل اختي، ما توكلي على الله. زوينه تبداي تذوقي اولى